تصريح خطير من دوناروما يفاجئ به أشرف حكيمي بعد إصابته الدموية في مباراة موناكو مع باريس سان جيرمان، ويفضح الكاف بسبب حكيمي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لأشرف حكيمي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الإصابة الدموية التي تعرض لها دوناروما حارس باريس سان جيرمان في مباراة موناكو والتي أرعبت الجميع، فقد صرح دوناروما وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الفرنسية وقال: أولا أشكر أشرف حكيمي الذي وقف بجانبي ورافقني حتى دخول المستشفى لإجراء هذه العملية، ولم يتركني لحظة واحدة حتى خروجي من المستشفى حتى الساعة 4 صباح اليوم، وظل وبات معي في منزلي، فهو الوحيد من لاعبي باريس سان جيرمان الذي وقف بجانبي بعد تعرضي لهذه الإصابة الدموية. فشكرا لأشرف حكيمي، فأشرف حكيمي هو صديقي على المستوى الشخصي ويعتبر توأم روحي، وهذا الفرق بينه وبين كل لاعبي باريس سان جيرمان. وسأله الصحفي: ما رأيك في اختيارات الكاف بعد عدم تتويج أشرف حكيمي بأفضل لاعب إفريقي؟ فرد وقال: هذه أكبر سرقة في تاريخ كرة القدم، بأن لاعب بحجم أشرف حكيمي لم يتوج بالكرة الإفريقية ولا مرة في تاريخه، برغم الإنجازات التي فعلها مع المنتخب المغربي ووصوله إلى المربع الذهبي في قطر في كأس العالم. وأيضا كان كابتن المنتخب المغربي الأولمبي الذي حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، وتوج أيضا بالعديد من البطولات خلال الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، وبرغم كل هذا لم يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية. ماذا فعل لوكمان لاعب أتلانتا؟ فهو لم يتوج بالدوري الإيطالي ولا بكأس إيطاليا، وتوج فقط بالدوري الأوروبي، البطولة الأضعف في أوروبا. فهناك ازدواجية في المعايير في الاتحاد الإفريقي. فلأول مرة أشاهد أشرف حكيمي يشعر بالحزن والمرارة بعد خسارته لأفضل لاعب في إفريقيا. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.